اهلا بيكم بريب 1. وهنحل النهارده التقييم الاسبوعي للاسبوع التاسع. اول سؤال: complete the following. The ecosystem consists of. طبعا احنا عارفين ان الايكو سيستم بيتكون من living organisms زي البلانتس الانيمالز وزي البيردز، وبيتكون كمان من non living او abiotic components such as الووتر والاير والسويل. فهو بيسألني على 2 سبيس، يبقى الايكو سيستم consist of living organisms. ما تكتبش examples، لا قول الحاجة general، يبقى living organisms and non living components. السؤال رقم 2: the non-living components such as الحاجات non-living، الحاجات الغير الحية. عايز examples. عندنا examples كتير، منها الاير، عندك الووتر، وممكن كمان اكتب مين or السويل. السؤال رقم 3: The ecosystem consists of several levels. اتفقنا يا ولاد ان الايكو سيستم بيتكون من levels زي بالظبط الهيومن بودي لما بيتكون من اكتر من structure. طب الايكو سيستم كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون عندك من biological community، بيتكون من biotic population، وبيتكون من individuals. هل هو طالبهم مني كلهم؟ تعال نبص كده. كان عندي الانديفيدوال، مين الاكبر من الانديفيدوالز؟ الجروب اوف individuals كان بيديني البيوتيك population. طيب اكتر من بيوتيك population كان بيديني مين؟ كان بيديني البيولوجيكال community. لازم اكون حافظ التقسيمه دي. يبقى الانديفيدوال ده السمولست او السنجل ليفنج اورجانيزم. لو مجموعه من الليفنج اورجانيزم سوا بسميها مع بعض بيوتيك population. لو اكبر او اكتر من بيوتيك population يبقى عندي biological community. السؤال رقم 4: considered as the basic unit of classification of living organism. مين يا ترى البيزك يونت او الفاندامنتال يونت for the classification of living organism؟ طبعا هيكون السبيشيز هو البيزك يونت. السؤال رقم 5: space is the individual that benefits from commensalism. طبعا عندي اكتر من food relation او nutritional relationship، كان منها البريديشن، كان في عندك الميوشواليزم، كان عندنا الكومنساليزم، وكان عندي كمان الكومبيتيشن. فهو عايز يعرف الكومنساليزم، اسم الانديفيدوال اللي بيستفيد جيت بينيفيتس. يا ترى ده مين؟ انا عندي 2 في الكومنساليزم، عندي الكومنسال وده الانديفيدوال ذات بينيفيتس فروم ذا كومنساليزم، وكان عندك الهوست وده كان الانديفيدوال نايذر بينيفيتس مش بيستفاد اور هارمد، ولا كده ولا كده. هو بيسألني عن البينيفيتس فروم ذا كومنساليزم، يبقى ده الكومنسال. زي البيرد اللي كان اسمه البلوفر، اللي كان بيتغذى على الفود او الليفت اوفر فود بتوين الكروكودايل تيث. السؤال رقم 6 لسه شرحاه في 5. في الكومنساليزم انا عندي 2 اورجانيزم، واحد جيت بينيفيتس بيستفيد اللي هو الكومنسال، والتاني نايذر بينيفيتس نور هارمد، ولا بيستفيد ولا بينضر. طيب انا عايز بقى نايذر بينيفيت نور هارمد، ده مين؟ هنسميه مع بعض الهوست. السؤال اللي بعده: each stage in which the energy is transferred in the food chain is called. طبعا اسم الليفل في اي food chain يعني living organism هيعمل feeding على واحد تاني او ياكله، بنقول عليه trophic level. السؤال رقم 8: the rabbit and the horse are considered dot because they have dots for cutting the plants. افتكر معايا كده، الرابت والهورس تبع ايه؟ طبعا هما تبع الكونسيومرز، تمام، المستهلكين. طب اي نوع من الكونسيومرز؟ الهيربيفورس ولا الكارنيفورس ولا الاومنيفورس ولا السكافنجز اللي هما كانوا بياكلوا الريمينز بتاعه الديد اورجانيزم؟ طبعا بيكون الهورس والرابت الاتنين كونسيومرز، واي نوع كانوا عبارة عن هيربيفورس. هيربيفورس يعني plant eaters feed on the plants only، بياكلوا البلانتس او النباتات بس، فبنقول عليهم هيربي فورس.
because they have tools for cutting the plants. طيب التيث بتاعتهم كان عندها ايه؟ كان عندهم قواطع زي سبونج بوب كده، تمام، في الفرونت بتاعت البق بتاعهم، تمام، ودي بنقول عليها incisors يعني قواطع، incisors for cutting the plants. carnivores او الكارنيفورس اللي هم الميت ايترز اللي بياكلوا اللحوم، او الفليش ايترز they feed on the meat. طيب زي مين؟ عندنا examples كتير، في عندنا اللايونز، عايز تقول التايجرز مفيش مشكلة، عايز تقول السنيكس برضو يمشي. are characterized by بيتميزوا بإيه؟ having sharp canines. canines يعني أنياب ضخمة وبتكون sharp. الكناينز ديت بيعملوا إيه في البري؟ بالظبط يعملوا to tear their prey. كلمة tear يعني cutting it into small pieces، هيمزعوها أو يقطعوها لقطع صغيرة. الأومنيفورس animals such as الأومنيفورس اللي هم feed on both plants and animals، يعني بياكلوا الميت وفي نفس الوقت بياكلوا البلانتس زينا بالظبط، تمام. طيب ميس أشهر ناس عندك مين؟ عندنا اكزامبلز كتير، عايز تقول البير يمشي معاك، الريفن اللي هو الغراب برضو ينفع، ممكن أقول الماوس اللي هو الفار، ممكن أقول الهيدج هوج اللي هو القنفذ، ممكن أقول الريفن الغراب زي ما قلت، أي حد حتى الهيومن يمشي معاك. آخر سؤال عندنا في البيج بيقول لي هاينس and vultures. هاينس اللي هو الضبع and vultures اللي هي النسور are considered as. طبعا احنا عارفين الهاينس الكوكروتشز الصراصير، الايجلز والفولشرز الصقور والنسور بيعتبروا من مين؟ دول بياكلوا الريمينز بتاعت الديد اورجانيزم، يعني لو في عندك اورجانيزم ميت هما بيبتدي ياكلوا الريمينز بتاعته، دول بنقول عليهم سكافنجز، او بالمعنى ان هما اللي بيلموا الحاجات الديد، فبنقول عليهم سكافنجز. هكتبها معاك على السكرين. الأسئلة اللي بعد كده بيقول لي what happens when، ايه اللي هيحدث؟ lack of food sources in balanced ecosystem. ما عنديش sources او مصادر للفود كفاية في الايكو سيستم، اكيد طبعا هيحصل competition among them، الكومبيتيشن هتزيد وبالتالي affect their numbers and their growth. هنكتب مع بعض الإجابة ونقولها سوا، يبقى هقول competition among them increases which affect their numbers. السؤال رقم 2 food shortage for a group of hyenas، يعني عندي مجموعة من الضباع ما عندهمش أكل كفاية، أكيد طبعا it will lead to decreasing in their number، العدد بتاعهم هيبتدي إن هو يقل، ما فيش عندهم food. طب في الوقت ده يحصل إيه؟ هيحصل disturbance in the ecological balance. السؤال رقم 3 the absence of one of the living organisms present in the balanced ecosystem. عندك balanced ecosystem ومتزن كويس قوي، حصل فيه ان في فرد من الليفينج اورجانيزم ابتدى ان هو ما بقاش موجود، ايه اللي هيحصل؟ اكيد طبعا this affect the remaining individuals، يعني لو ما عنديش مثلا جراس هيبتدي يتاثر كل الايكو سيستم اللي بعد كده. طيب والريمينينج individuals زي ما قلنا هيحصل لهم affecting او هيتاثروا، وابتدي هيتاثر على مين؟ على الفود تشين او الفود ويب. طب في الاخر هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي disruption of this ecological balance even its destruction، يعني ممكن يؤدي لك ان الايكو سيستم ده او كله او الايكولوجيكال بالانس يتشال بالكامل. هنكتب مع بعض الاجابه. السؤال اللي بعد كده increasing the number of primary consumers. مين هم البرايمري consumers؟ البرايمري consumers هم عبارة عن الليفنج اورجانيزم اللي كانت بتعمل فيدنج على البروديوسر على طول، زي البيرد او اللوكست او الماوس او الرابت. طيب السؤال بيقول لي انا زودت النمبر اوف ذا برايمري كونسيومرز، زودت مثلا عدد البيردز بعدد كبير او اللوكست بعدد كبير، ايه اللي هيحصل لو زودت البرايمري كونسيومر في الفود تشين؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيؤدي leading to decreasing the number of producers، عندك اكتر من primary consumer بياكلوا البروديوسر بتاعتك، فبالتالي decreasing the number of producer هيبتدي يحصل and increasing the number of secondary consumers. define رقم 1 الايكو سيستم، 2 البريديشن، الميوشواليزم، الفود تشين، البيولوجيكال كنترول والانرجي بيراميد. هنقرا مع بعض كل ديفينيشن منهم. نمبر 1 الايكو سيستم هو عبارة عن any place that includes living organisms and non-living components. define number 2
البريديشن. a nutritional relationship، لو صعب عليك كلمة nutritional ممكن تقول food relationship between two individuals one of them benefits، اللي هو طبعا البريدتور أو المفترس، while the other is harmed or loses its life، وطبعا ده هيكون مين؟ البري. يبقى في واحد هيستفيد ده البريدتور، أما التاني الضعيف اللي هيتاكل ده اسمه البري. الميوشواليزم ده رقم 3 nutritional relationship between two individuals both of them benefit from each other without causing harm to either of them، يعني الاتنين هيستفيدوا من غير ما حد فيهم ينضر، زي relationship between الفلاور والبي. الفود تشين the path of energy transfer in the form of food as it move from one living organism to another within the ecosystem. في حد هياكل التاني، عندك البروديوسر وعندك البرايمري كونسيومرز، وبعد كده كان عندي مين؟ السكندري، وكان عندي الترشري كمان. رقم 5 البيولوجيكال كنترول a method in which هستخدم فيها اليوتيلايزيشن بتاع الليفينج organisms through the food system to eliminate the pests، يعني هنبتدي نستخدم living organisms تاكل الميكروبس والحشرات أو الحاجات الضارة بدل ما استخدم البيستيسايدز المبيدات الحشرية. a method in which utilization of the living organism through the food system to eliminate، يعني أعمل removing للagricultural pests instead of using the pesticides. آخر سؤال كان هنا عندنا في الصفحة الانرجي بيراميد. A pyramid represent the flow of energy and its amount between different trophic level in any food chain. أشوفكم على خير في فيديو جديد.